احنا من ايام زمان الجيل القديم كنا بنسميه كحك ناعم، بس مع مرور الازمان الناس بتقول عليه كعك ناعم. والحقيقة في ناس بتقول لي ضيف الكافور. انا ما عارفة هو شنو الكافور السوداني واجيبه من وين هنا في بريطانيا، فاكتبوا لي في التعليقات. الكعك الناعم او الكحك الناعم على طريقتي ده، انا لما كان عندي بيزنس في البيت كنت مسمياه وينتر سبايس سيسمي كوكيز عشان فيه يعني بهارات مميزة. اول حاجه سمسم القضارف انا لازم بحمصه، بحب احمصه في البيت لحد ما اللون يكون بتاعه كده الذهبي الجميل كده. بالنسبه للدقيق، في يعني قاعده ثابته لكل المخبوزات لازم تنخلوا الدقيق 5 كوبايات من الدقيق ولازم انخلهم كويس. بعد كده بضيف 5 ملاعق كبيره من سكر البودره، وممكن تقللوا لو ما عايزين الكميه دي. ملعقه صغيره ملح، ربع ملعقه صغيره من الهبهان مطحون، ربع ملعقه صغيرة من الفانيليا، ربع ملعقة صغيرة من المحلب مطحون، وذرة من الجوز الطيب. ما تكتروا عشان ده فيه بهارات يعني مميزة بتمثل الشتاء، بس يعني ممكن تعملوه للعيد حسا في رمضان. ملعقتين كبار من السمسم المحمص، وهنا عندي عين الجمل 2 ملعقة كبار، لكن لازم يعني بكسرهم بايديني اصغر الحجم بتاعهم، ولازم اخطه على يعني الواجهة فوق الدقيق والسمسم عشان في سر هنا. في الحلة حباية صغيرة مستكة 3 قرنفل، وهنا 5 حبات من الهبهان اللي هو الهيل، لازم افتح عشان يطلع النكهة بتاعته. وبعد كده بالنسبة للسمنة اللي انتقدوني فيها في الفيديوهات انه فيها علامة، هي 2 كوبايات من السمنة البيتية عليها ملعقة كبيرة من زيت زهرة الشمس. بسخنهم كويس. اول ما قبل ما يغلي انا بضيف ربع ملعقة صغيرة من المحلب، حب تديني نكهة مميزة. دي اخر دقيقة عشان ما يتحرق ويمرر. بقدح كده السمنة على الدقيق وبخليه لمدة دقيقة، بخلي كده يعني السمسم وعين الجمل كده يتحمسوا معايا يطلعوا النكهة بتاعتهم. بعد كده يعني الملعقة الخشب، ولازم يكون الصحن يعني حديد ستانلس ستيل ما خشب ولا قزاز عشان ما يتكسر معاكم. بقلب الى حد ما الدقيق يختفي، وبعد ما دفى معايا كده انا ببتدي بايديني ببسه. انا ما بحب استعمل الخلاط لانه يعني بربي كده عيد. اول ما يعني دفى معايا انا ضفت هنا 2 ملعقتين كبار من حليب البودرة، ما بضيفهم الاول عشان كمان ما يتحمص معايا. اول ما وصل درجة حرارة نقول دمع العين، ضفت ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، عليها ملعقة كبيرة من الموية الدافية برضو بدمع العين. بقلبهم وحس هنا الكعك جاهز، وبكون كله كده زي ما قلت بحرارة دمع العين. ببتدي بشكلهم، يعني زمان لازم كانوا يعملوا الشكل ده اللي هو زي حق الماكنتوش، شوكولاتة الماكنتوش. ما اعرف، اكتبوا لي في التعليقات اسمه شو الشكل ده. وبعد كده عندي المنقاش التقليدي المصري، انا بحبه بعشقه كتير جدا جدا. ممكن عايزين تعملوا بالطابعات الجاهزات ممكن تعملوا، في النهاية هو بتغطى بسكر البودرة. والمدور، وبكون بعد ما بخلص الكمية ما خليه برضو يرتاح لانه هو حيبرد معايا. وعايزين تستعملوا القطاعات الجاهزين ده ممكن تستعملوا، انا بحب القطاعات الجاهزين. بدخله في الفرن الساخن درجة حرارة 180، ما بياخد كتير من 10 12 دقيقة لحد ما لونه يكون كده الذهبي الفاتح، او ممكن تغمقوه شويه لو عايزين يبرد تماما. بعد كده بغلفه بالسكر البودره، وان شاء الله الفيديو ده يطلع اكسبلور ويصل ل10 مليون. واكتبوا لي في التعليقات انهي مخبوزات عايزينها قبل العيد. ناعم ورهيب جدا جدا بدوب ذوبان.